الصحي ولا الامني دائما كيجرنا انا خص نجاوبوا خاص عماله بلاد تيمه باش تستقل الدائره الصحيه ديال بلاد تيمه تكون مستقله، يعني بالطاقم ديالها مستقل، على مستوى الامن كذلك مستقل، يعني باش تحل هذا المشكل. حنا على مستوى كمنتخبين. السيدات والساده حضور كريم كل باسمه وصفته، كنتوجه لكم باسماء عباره الشكر والترحيب. اخواتي واخواني، هذا اللقاء تنظم في اطار فتح جسور التواصل والعمل المشترك بيناتنا لاجل تنميه الهدف منه هو لاجل التواصل وتنميه المنطقه ديالنا اللي هي تارودانت، اقليم تارودانت. اليوم احنا عارفين اليوم وحاسين بالمسؤوليه اللي على العاتق ديال كل واحد فينا، وفاهمين انه ما غنوصلوا للنتائج اللي بغينا الا بفضل التعاون والتنسيق المستمر بيناتنا. يعني كيفما كان التوجه السياسي وخاصنا نديرو في اليد الحمد لله، حنا راه كاين تواصل وكاين دايرين يد في يد وكنتعاونوا، غير بغينا باش نمثلوا هاد العلاقه. ومره اخرى ما نطولش عليكم، كنجدد الترحيب بكم. الموضوع ديال العماله اللي هو موضوع يستأثر الرأي العام والخاص، وهو حق مشروع لكل كل واحد من هذا الإقليم. هذا الإقليم اللي فيه 16,000 كيلومتر مربع، فيه 89 جامعة، دخل الرقم ديال مليون مواطن. الشاسعة ديالو كما سبق واحد العدد ديال التدخلات نقارنوه مع بلجيكا فيها 10,000 كيلومتر مربع، 10,000 كيلومتر مربع في لبنان و 12,000 كيلومتر مربع كاينه في بلجيكا اللي فيها 6 ديال الجهات. إضافة إلى الحركة الاقتصادية والضغط الاجتماعي وعدد من المؤشرات اللي دائما وزارة الداخلية كتاخذها كمعايير أساسية لما كتقرر بإحداث أي عمالة. وأنا كنتكلم بهذه المعطيات لأنه سبق لي أننا كانت عندنا مجموعة ضغط، وكانت عندنا لقاء مع وزير الداخلية الحالي سي فتيت، وكذلك وزير الداخلية الأسبق واللي قبل منه، دائما لتبليغ الرسالة ديال راه تارودانت لم تعد تستطيع أن تتحمل هذا أو تواكب ما نصبو إليه من سمو اقتصادي واجتماعي. وبغينا باش ندوزو للمرحلة الأخرى ديال تكوين واحد المجموعة اللي تمشي بكل أريحية عند السيد وزير الداخلية. علاش ولا تيمة علاش خصنا؟ لأنه الحاضرة الثانية من بعد مدينة تارودانت هي المدينة ديال ولا تيمة. اليوم العملات كيداروا كاين الجانب الأمني والجانب التنموي. ملي تندويو على الجانب الأمني راه تارودانت ولا تيمة خص تقوم فيها بالفعل العمالة، وايضا الجانب التنموي. وملي كندويو على الجانب التنموي في حاله ما كانت ديال العماله مثلا في ولا تيمة، معناه انه غادي تولي عماله فيها عدد محدود في الاقليم في تارودانت. معناه في نهايه المطاف انه غتستافد سواء تارودانت الشماليه وغتستافد تارودانت بطبيعه الحال الجنوبيه، وهكذا غادي نكونوا استافد تقريبا كل شيء. على لانه ملي غادي نجيو نقولوا راه خصنا ندافعوا مثلا على 3 العمالات ولا 4 ولا كذا، فيها غير شويه الزياده، بحال ما خصنا نديروا والو. خصنا نمشيو في شي حاجه اللي خصها تدار في الواقع. حنا ما كرهناش، ما غاديش نكرهوا حتى ثاني وين كتستحق تكون فيها عماله صحيح، ولكن فينا هي البلاصه اللي ممكن حتى الا رفعتي عليها ودفعتي عليها تكون فيها العماله. حنا باش نكون اما حتى ثاني وين في الواقع كمنطقه اللي هي بعيده بزاف من تارودانت هي كتستحق انها تكون فيها العماله. انما فينا هي الحاضره اللي ممكن ندافعوا انها تكون فيها العمل وبالفعل يتلبى هذاك الطلب. وانا تنعتقد بانه بالنسبه لولايه تيمة
في الكثافه السكانيه ديالها فوق ديال 100,000 نسمه، هي البلاصه اللي ممكن انه البرلمانيين وان رؤساء الجماعات يدافعوا على اساس انه تكون فيها عماله هنا. وراه ماشي فقط انه التنميه راه ما غتكونش فقط في ولايه تايمه في حاله، او غتكون حتى في تارودان الشماليه، بمعنى في العماله ديال تارودان، على اعتبار انه حنا ديك الوقت قد يكونوا عندنا جوج ديال المجالس الاقليميه، جوج ديال المسؤولين الترابيين، غادي نخلقوا واحد النوع ديال التنافس ما بين هذه العماله والعماله الاخرى. واكيد انه لابد داك الشيء يعود بالنفع على الساكنات ديال هذا الاقليم ككل. شكرا لكم. شكرا الساده البرلمانيين، الساده الرؤساء، اخوان ساكنه اقليم تارودان عموما. ما غاديش نزيد شي حاجه اكثر من هذا الشيء اللي جا في دي بريزونطاسيون، لانهم شاروا بزاف ديال المعطيات على المنطقه ديال هواره والمنطقه ديال تارودانت الجنوبيه، ولكن شاروا حتى تارودانت على العموم. واللي فهمت هو ان كاين احتياج ديال انشاء عماله ولا عمالتين ولا ما فيها حتى شي باس. وغادي نهضروا تاع الماء، لان من اهم الاشكالات اللي مطروحه عندنا اليوم في الاقليم في العموم وفي المنطقه بالخصوص، ولا نقدروا نقولوا كاع الجهه كامله، هي الاشكاليه ديال الماء والترافع. كما جاء على لسان السيد الرئيسة، ما يمكنش يدار بشي حزب ولا نائب وحده ولا رئيس ولا كذا، خصنا نترافعوا جميعا. بيان سور ما يمكنش تكون شي تنميه بدون هذه الماده الحيويه. بغينا ونكرهنا الجهه ديالنا على العموم والاقليم على الخصوص اقليم فلاحي بامتياز، وبان راه باقي بعيد. لهذا جميع المجالات فيها خصص كبير جدا. الصحه كنسمعوا بان المستشفى ديالو تيما ديما فيه الاخذ والرد والنقاع وفي الناس مقلقين والحارس دار وكذا. ديما كنقراو يوميا كنقراو شي حاجه على، بمعنى انه كاين خصص كبير في الصحه. التعليم كذلك، يعني كاين خصص. لهذا الترافع مهم جدا. البرلمانيين، الرؤساء، الاعيان، جهه، نساء، رجال، ضروري نديروا يد في يد. ولكن لما اليوم صباح بلاد الماء في اقليم تارودان يهدد الساكنه ديال الاقليم. هادشي واضح. انا اليوم اذا كنهضر غادي نهضر بواحد الكلمه واقعيه، لاننا وصلنا واحد المستوى ديال الحاجيات ديال الماء ما كان فين نهربوا الا بالسدود. باش ما نحتاجش الشتاء اليوم عاد كتلحق لينا. اذا خصنا الفتره اللي تجي السماء ولا تجي من اي وسائل من الجهه خصنا نحافظوا عليها على مستوى الاقليم ديالنا ديال تارودان. تنمات بولادها، تنمات بالرجالات وبالنساء ديال هذه المناطق، وتنمات باليد في اليد، تنمات بالتجرد من الاختلافات السياسيه ديال الالوان. ماشي من السياسه مهمه انها تبقى دائما نمارسوها، ولكن ذاك الانتماء الضيق للون السياسي هو اليوم الرساله اللي ممكن نخرجوا بها. وحنا انا مقترح باش نخرجوا عمليا بواحد المساله عمليه من هذا اللقاء، وبغيت يعني الموافقه ديال الاخوات والاخوه البرلمانيين اللي حاضرين معنا هنا واللي ما حاضرينش نعلموهم ان هذه اللجنه ديال البرلمانيين ديال الاقليم تنبثق، هذه الفكره تنبثق من هذا اللقاء هذا، والترافع على المسائل المشتركه. نهضروا اليوم على مشاريع كبرى في البنيه التحتيه ديال الطرق، كنهضروا على الماء، كنهضروا على المثلث العماله. وهنا الى سمحوا الاخوات والاخوه نكلفوا السي عبد الصمد قيوح بالتنسيق ديال هذه المجموعه
التنسيق ديال هذه المجموعه وانه يشرف على التتبع ديال الاعمال ديالها ويدعي اللقاءات، وحنا مستعدين من خاطر قلبا وان شاء الله قلبا. نعم، لا دابا هي رئيسه محليا، دابا حنا على مستوى سميتو راه كاين الحاج معنا الاخوان البرلمانيين. انا الى سمحتوا يكون هذا هو واحد من المخرجات العمليه ديال هذا اللقاء، وشكرا. نشكركم مرة أخرى، وفعلا راه حنا عندنا إكراهات ومشاكل كثيرة، منها اللي طرحات منها اللي مازال ما طرحات، واني واحد جوج ديالهم اللي طرحوا في هذا اللقاء اللي هو المشكل ديال الماء كما ذكروا السي يوسف الجبهه وذكروا الاخوه والحاج وواحد مجموعه ديال المداخلات باسم الساكنه ديال ولاد تيمه ان هذه اللجنه تخرج من هذا اللقاء باش تبدا تفعل.